ربنا يكبر بخاطر اللي يكبر بخاطر الناس. انا عايز اقول لك مش شرط ان انت تروح تاكل من عندها، ممكن بشيرك للفيديو ده تكون سبب في باب رزقها. البنت نزلت فيديو على التيك توك ودي كانت البدايه، قالت ان هي تعبت من كتر ما هي بتفضل واقفه طول اليوم وفي الاخر ما بتلاقيش حتى ثمن مواصلاتها. الفيديو ده وصل لحد من الفود بلوجر وراح وصور معاها وكان سبب كبير جدا من باب رزقها. انا للمصداقيه عرفتها من خلاله، غير كده ما كنتش واخد بالي بصراحه، لان هي موجوده في مكان ممكن انت تتوه عقبال ما توصل لها، يعني مكان مش معروف قوي او حتى متشاف للناس كلها. فبعد الفيديو بتاع الفود بلوجر ده الناس كلها راحت اكلت من عندها وجبرت بخاطرها، لدرجه ان انا لما رحت ما كانش عندها اي حاجه وراحت جابت لي اكل. انا بدات المشروع ده بس يعني داخله في 3 شهور، بقالي شهرين ونص. انا في كليه تجاره. لسه ما اتخرجتش، المفروض كان دلوقتي اتخرجت بس انا اجلت سنه بسبب ان انا عايزه اجمع مبلغ ان انا افتح بيه شغل او اعمل بيه حاجه، وطبعا ده ما حصلش قوي. بس فلسه ان انا ممكن افتح مكان عادي في وسط قهوه. انا اكتر قهوه انا بحبها، وعلى فكره انا يعتبر المكان ده مش بتاعي لوحدي، هو يعتبر صحاب المكان نفسه هم صحاب العربيه مش انا، يعني من كتر ما هم ساعدوني وقفوا جنبي والحاجات دي كلها. بس ايه اسعارك ايه في السندوتشات؟ تبدا من اول 10، اغلى حاجه 20. اغلى حاجه 20 جنيه؟ اه تمام. كنت اسالك على ايه تاني؟ ايه الاكتر حلم نفسك تحققيه؟ مش حاجه كبيره يعني، بس ان انا ابقى شاطره في المجال اللي انا دخلت فيه يعني. حاسه ان انت حققتي انجاز في المجال ولا لسه؟ لسه شويه. ايه بقى المجمل الانجاز بتاعك؟ ان يبقى زي مثلا النهارده ان انا من ساعه ما انا جيت ما قعدتش على الكرسي عكس كل الايام اللي كانت فاتت الدنيا بصراحه. ما كانتش احسن حاجه؟ طبعا. كان يعني ما كانش في شغل خالص؟ لا كان في شغل، بس اللي هو الناس بتساعدني، اللي هو ماشي نجرب الحاجات دي كده. هي ممكن الناس في الاول ما كانتش حابه ان هي مثلا تيجي تجرب لفكره ان العربيه من بره كديزاين لسه ما اشتغلتش عليه الحاجات دي كلها. بس لما جربوا قالوا هناكل، الاكل عجبهم، ودي اكتر حاجه على وصلت. فكره احنا ممكن يعني احنا عندنا جروب، انت عارفه الجروب ده ممكن ان احنا نقدر نجيب لك عربيه. انا حبيت دي لو انت بصراحه. نفسك في العربيه، لا احنا ممكن بص نجيب العربيه. طبعا هي كويسه بس برضه ايه عايزين نظبط العربيه احسن من كده. هيفرق معاك على فكره. وانا مش عايزه اغيرها، بس انا حبيت دي بصراحه، حاسه وشها حلو عليا. مش هيبقى حلو عليكي؟ طب تنصحي اي بنت تسلك ايه بقى؟ عادي تنزل تشتغل حتى لو مش في نفس المجال، لو هتشتغل اي حاجه مش هتفرق. هو فعلا دلوقتي مفيش بنت ما بتشتغلش من اول. فعلا شفتها بعيني 13 15 سنه بينزلوا يشتغلوا عادي. عشان يعني بيخففوا شويه عن الاهالي. بالظبط. والناس هنا بقت بتيجي تسال على اسماء على طول. مش للدرجه دي، بس في ناس كتير قوي جت سالت عليا. بندور عليها، بندور عليكي والله. انت منوره الدنيا كلها، احنا هنجرب بقى وهنطيب الاكل ونشوف الاكل. بس انا واثق ان الحاجه هتبقى جامده قوي يعني. اكيد. اكيد انت ثقه دي. عشان انا بحب اكل، بحب الحاجه اللي انا بعملها. تنصح الناس ان هم يجوا ورا بعض؟ اكيد. بس اكيد مش هقول لهم لا. طب لو الناس تاهت يعني ممكن تقولي رقم تليفونك للناس بحيث ان هم يعرفوا يتواصلوا بص معاك؟ انا عملت في بيج اسمه ايه بقى؟ اسمها زوزة. زوزة على الفيسبوك ولا على التيك توك؟ على التيك توك بالعربي. لو حد عايز يتايه ولا حاجه يتواصل معاك. العنوان بالتفصيل موجود واللوكيشن. تمام زي الفل. بامانه قول لي رايك في اكلها ايه؟ من غير مجامله بس. لا بصراحة الأكل الله ينور وأكلها حلو ولذيذ يعني. اكتر حاجه بتحبها عندها ايه بقى؟ المكرونة بالكبدة عليها طحينة. فين المكرونه يا اسماء؟ مش شغالة دلوقتي. ايه؟ مش شغالة دلوقتي. ليه بقى؟ عندنا وحش يعني. هي مش شغالة زي الأول. غير المكرونه بالكبده بقى ايه تاني غير المكرونه بالكبده؟ والكفتة. الكفته تعملها كويس هي؟ لا جميلة، الله أكبر عليها. يعني تديها كام من 10 كتكين؟ انت الفود بلوجر. أنا؟ لا يا عم أنا مش فود بلوجر يا عم، أنا باكل. ماشي بتاكل تديها كام من 10 امانه؟ بأمانة 9 من 10. كام؟ 9 من 10. طب الواحد ده راح فين بقى؟ عشان هو مش بيحب الصدوق وأكل. ما بيحبش ايه؟ الصدق وبيتأكل لي صدق عافية. غصب عنها عشان كده انت نقصتها له واحد ده. بص بقى شايف الصدوق بتعملها عامله ازاي؟ خطير الكلام ده. عايز اقول لكم بقى ان اسماء قاعده جنب قهوه الحاج، هو صاحب القهوه دي. ربنا يبارك فيه والله، ان احنا عايزين نشكره. انت ما بتاخدش منها فلوس. بقول له طب يعني حاجه كويسه، طب ليه بتعمل كده؟ بيقول لي هي قلت لي ايه؟ جابت لي.
ده غلطت وخلاص. والله العظيم الشعب المصري الخير في أمة الحمد لله. محمد الحمد اليوم لله. يبعثون والله العظيم ثلاثة. يعني عايز اقول لكم انتوا تشوفوا هنا، تيجوا المكان عند اسماء وتشوفوا المعامله بتاعت الحاج وابنه معاه هناك، والله كأنك انتوا قاعدين في عيله، مش قاعدين في قهوه ولا في عربيه اكل، اختك بتعمل لك الاكل وقاعد مع والدك على القهوه شويه. المكان كان جميل قوي والله العظيم ثلاثه. الحمد لله. ابو ايه بقى؟ ابو عبده باذن الله. ابو عبده من الناس المحترمه، ربنا يجازيه خير يا رب والله العظيم ثلاثه على الخير اللي هو بيعمله. مش شرط ان هو خير مادي، لا ده خير مستمر، ان هو موقف بنته فتح لها باب رزق بنزق، وبيدعمها. لازم نزق اصلا، ربنا يبارك لك لازم نزق والله. احنا يعني. ربنا يعينها بس ويقويها لا بس وبدأت هي الناس بتصرف على بيت ووالدها متوفي، عايزة لي ظروفها اهو يا بنتي خلاص احنا. يعني هي والدها متوفي وهي كانت بتحكي لك وابني بيشاركني، قلت له خلاص اللي انت شايفه كمان. ربنا يجازيك خير والله. ربنا يقويها يا رب على وقتها. خير في امه محمد والله. تعالوا دعموا اسماء، ابو شايب عند الحاج ابو عبده، هي عنده. هم يجوا ينوروني بس مش مهم بقى. هم يجوا ينوروني، شابوا شادي حاجه ثانيه. ده عشان على شبكه عندك شاي جميل. حبيبي يا باشا، انت حبيبي. مش عايز الناس تشرب بلانا. عندك شاي ولا ايه؟ بلانا يا باشا، بلانا. الله يخليك يا بابا. بصوا يا جماعه، انا جيت لقيت الاكل عند اسماء خلص، وراحت جابت لنا اكل مخصوص لما عرفت ان احنا تبع فارس الطماوي. هتحاسبينا بقى ولا مش هتحاسبينا في الاخر؟ طبعا هتحاسبنا طبعا. يعني طب جاملين، قلنا لا اخلي مفيش كده خالص، يعني احب الصراحه انا يا جماعه والله العظيم. بس اكلها بسم الله ما شاء الله. بصوا كده، بصوا. انا جيت عندها لقيت الاكل خلص واستنيت، وراحت جابت لي اكل مخصوص. والله دي حاجه حسب لها يعني. ربنا يبارك فيها يا رب، وربنا يرزقها من وسع. النهارده كان عندك اقبال جامد. كل اللي جاي قال لي ان انا تبع الفيديو بتاع فارس كده. كله جاي. قلت لهم انا عارفه كله اللي جالك قال لي كده. ان هو جاي تبع فارس. اه. فقلت لهم انا عارفه من غير ما تقولوا. اي حد كان بيخش عليا كنت بقول له انا عارفه ان انت جاي تبع الفيديو. طب ليه الثقه بقى دي؟ من الدنيا ما كانتش احسن حاجه في الاول. تمام. وفي ناس جت عادي وعملت لي كذا فيديو بتاع وكده. بس الفيديو اللي اثر معاكي بتاع فارس الطماوي. مش اثر معايا انا، هو لقيته اثر مع الناس اصلا يعني. انت عارفه ليه اثر مع الناس؟ هو ممكن لان فعلا فارس شخصيه جميله جدا، ومش والناس متعودين عليه ان هو مش بيقول اي كلام وخلاص. هو مجرد الحاجه اللي هو بيقولها، طالما الحاجه حلوه هتبقى حلوه، وهم واثقين متاكدين من ده. لو وحشه ما كانوش هيجوا اصلا. وفي حاجه كمان، يعني انت بتقفي وبتسعي على رزقك وان انت بتشتغلي، دي حاجه كلها الناس لازم كلها تدعمك. اكيد طبعا. بس كمان انا حاسس ان اختي اللي بتعمل الاكل، مش يعني انا مش في مكان. بشتغل على الكواليتي اكتر. ايه؟ بحب اشتغل على الكواليتي اكتر. اكتر حاجه. طبعا. ده مسلوق بكام بقى؟ الصدوق مع 15. 15. اغلى حاجه عندي ب 20. اسماء بتخسر يا جماعه، اسماء بتخسر. والبرجر بكام؟ 15 برضه؟ امال اللي ب 20 بقى؟ كفته او البانيه. الكفته والبانيه ب 20؟ عشان بلد. طب ليه اسعارك كده مش يعني مش مغليه الاسعار ليه طيب؟ لازم في عشان سبب. لا، عشان السوق حواليا. انت بتراعي برضه ان الدنيا مش احسن حاجه، فبتحاولي ان انت تقللي الاسعار. اكيد طبعا. لا غير كده كمان الناس اللي حواليا بنفس الرينج بنفس السعر، حتى لو هم كواليتي اقل. فبيبقى اهم حاجه عندي ان انا اطلع الساندوتش اكن انا اللي هاكل. هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. انت بتعملي الحاجه كانك بتعملي لاخواتك طبعا. بالظبط. فانا انصحها والله انك تاكل من عند اسماء. الحمد لله ان هي اتكلمت معانا 3 دقايق. طب انت عنوانك فين يا اسماء معلش؟ احنا في المنشيه، شارع كنيسه الدبانه، متفرع من شارع صلاح سالم. ولو جاي من المول الفلكي فهيبقى بره قدام محل، بس انا مش فاكره اسمه بصراحه، بس قدام وجدي، الشارع اللي في وش وجدي ده. لو من جاي من عند المول الفلكي بتاع زغلول، بس الاقرب من صلاح سالم. لازم كلكم تيجي تاكلوا من عند اسماء وتجربوها، هيعجبكم اكلها قوي. ولسه بقى وقت التقييم. شفتي تعرفي عمرو بيلا؟ ما تعلقيش على عمرو بيلا، انا بقى عمرو بيلا معاكي بس مش بطريقته يعني. هقول رايي يعني، ده المقصد.